إسرائيل عينها على رفح وبتخطط لعملية عسكرية كبيرة هتسبب كارثة في المنطقة كلها. هو ايه الموضوع؟ خليك معايا وانا هقول لك. انا مصطفى الغريب وده سؤالي. من ايام قليله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه جيش الاحتلال لتحضير خطه لاخلاء مدينه رفح الفلسطينيه وبدء عمليه عسكريه. وده ليه؟ علشان يقضي على اللي اتبقى من كتايب حماس زي ما قال. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم ان اي تحرك زي ده في رفح هيكون كارثه على كل المستويات وهيولع المنطقه اكتر واكتر، وده علشان شويه اسباب اهمها ان المدينه بحسب التقديرات فيها حوالي 1.5 مليون نازح، واللي هم تقريبا نص سكان القطاع، وكل دول هربوا من اماكن كتيره وتحديدا من الشمال بسبب العدوان الاسرائيلي. النازحين دول بيعيشوا في ظروف اقل حاجه تتقال عنها انها قاسيه وغير ادميه، لانهم بيعيشوا في ملاجئ مليانه على اخرها في شوارع ومنطقه ضيقه ما تشيلش حتى ربع العدد ده، بجانب الامراض اللي ملهاش حصر اللي منتشره ونقص الاكل والميه. المهم بقى نتنياهو قال لك اخلاء المدينه. تمام، اخلوها. هتودوا الفلسطينيين فين بقى بعد ما دمرتوا القطاع كله؟ من بدايه العدوان اجبروا الفلسطينيين على النزوح لرفح، وزي ما احنا عارفين رفح دي على الحدود مع مصر، وانا طبعا هنا مش محتاج افسر لان الموضوع واضح. فانت لما تيجي تضربهم في رفح المفروض هم هيروحوا فين؟ ايوه بالظبط، برافو عليك، لمصر. وده مصر مش هتسمح بيه ورسمت له خط احمر، واكدت في كل المواقف واللقاءات والاجتماعات والبيانات انها مش هتسمح بيه، لدرجه ان قاده العالم بقوا بيقولوا هم كمان انهم بيرفضوا تهجير الفلسطينيين لسيناء. فنتنياهو بيعمل مغامره جديده غير محسوبه لتحقيق هدف عمره ما هيتحقق، والعالم لازم يفهموا كويس ان نتنياهو بيزيد من حاله التوترات وعدم الاستقرار في المنطقه، وده مش هيكون في مصلحه حد، واولهم دوله الاحتلال. مصر دوله كبيره وليها سياده على ارضها، وعندها القدره انها تدافع عنها في اي ظرف واي وضع، وهي بتحمل اسرائيل كل المسؤوليه على الحفاظ على معاهده السلام اللي بينهم. ولكن في بعض المسؤولين الاسرائيليين المتطرفين بيحاولوا يجروا المنطقه لحاله من الصراع وعدم الاستقرار. سلام.